السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هننضف الحمام، هوريكم ازاي بأقل التكاليف وبأبسط حاجة ان احنا ننضف سيراميك الحمام والجير اللي على سيراميك الحمام وأرضية الحمام بأقل التكاليف وبأقل مجهود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هنا بوريكم الحمام شكله عامل ازاي عشان بعد التنظيف تشوفوا الفرق ما بين قبل وبعد. شايفين الجير اللي على السيراميك عامل ازاي؟ ودققوا قوي في الحته دي، شوفوا الحته دي مبقعه جدا. يعني انا سبت الحمام لغايه ما طلع كل اللي فيه زي ما بيقولوا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجير ده كله؟ ان شاء الله بحركه بسيطه كده كله هيطلع، وحاجه يعني اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بوريكم كل حاجه بالتفاصيل، وعايزاكم تدققوا في كل حاجه عشان بعد التنظيف تشوفوا الفرق. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنت جبت الحاجه اللي انا هنضف بيها. شايفين الجير اللي على الحوض؟ كل حاجه عليها جير. هنا كانت علبه قديمه ولادي كانوا بيلعبوا بيها، فانا جبتها عشان احط فيها المسحوق اللي انا هنضف بيه. المسحوق ده هيبقى عباره عن ايه؟ انا رحت لبتاع البريل والكلور والمنظفات، قلت له عايزه ب2 جنيه كلور على بريل. اما اديني الحبه دول هينضفوا لي الحمام كله، هيخلوه لي مرايه. والله مش كلام، انتوا هتشوفوا بعينيكم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه فايده العجينه مع الكلور؟ العجينه بتساعد في الرغوه، وبتساعد الكلور ان هو يشتغل على تنظيف الجير. هو بصراحه ما فيش حاجه احسن حاجه للحمام الكلور. الفلاش بيبوظ السيراميك وما بينضفش الحمام، وبيخلي روح لون السيراميك يتغير، ما بيفضلش على لونه الاصلي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا هون بدات ان انا فضيت الكلور على العجينه وحطيت سلكه ناعمه. لا تقولوا له فرشه بقى ولا اي حاجه، الفرشه دي للقعده بس. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ نبوريكم الرغوه على ايدي عامله ازاي. ما شاء الله تبارك الله. انا عامه بسجل الصوت بره الحمام عشان اللي هيعلق ويقول لي انتوا بتذكروا الله في الحمام ومش بتذكروا الله. لا، انا مش بسجل الصوت في الحمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. هنا زي ما انتوا شايفين اهون، ولا مسرعه الفيديو ولا مقدماه ولا اي حاجه. شايفين؟ يعني انا بحط حبه ميه بوريكم الفرق ما بين الاول ودلوقتي. كل ده بقى والله العظيم هيروح مرايه بالسلك والعجينه والكلور، ولا مجهود ولا اي حاجه، وفي ثانيه هتلاقي نفسك خلصت، لان الرغوه بتساعد ان انت تمشي السلكه بسرعه. هنا كنت خلصت الجزء ده كله، هبدا ان انا ارشه ميه عشان تشوفوا الفرق. زي ما انتم شايفين اهو، خلصت الجزء ده كله. انا عندي الصرف كان باظ، فطلعت المواسير كلها بره على السيراميك من بره. لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا زي ما انتم شايفين اهو. شايفين انتوا؟ هو النظافه اصلا واضحه في التصوير. شايفين السيراميك بقى عامل زي المرايه؟ شايفين بقى الحته التانية دي الجير بتاعها خفيف عن المنطقه اللي انا نضفتها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم ساعه ما تشجعي وتقولي انا هعمل كذا وتحطي في دماغك ان انت هتنضفيه، مش ان انت هتعمليه باي حاجه او على الخفيف او على الماشي. لا، حطي في دماغك ان انت هتنضفي، ان انت عايزه تنضفي الحاجه دي. صدقيني والله هتنضف في ثانيه وهتروح زي الفل، وباقل حاجه زي ما قلت لكم. يعني انت لو نضفت الحمام بحبه بريل وسلكايه زي دي هينضف برضه، بس ايه؟ عشان اللمعان بتاع السيراميك عايزينه يبقى نحط العجينه والحبه الكلور. وزي ما قلت لكم والله هما ب2 جنيه، يمكن يقلوا عن 2 جنيه كمان. اهو زي ما انتوا شايفين الحوض من بره ومن جوه اهو. انتوا شايفين الحوض من بره ومن جوه، مفيش نظافه بعد كده. يعني مش ان انا مثلا ايه جايبه لكم حاجه، لا، ده هو نفس الحمام وهو نفس السيراميك، نفس كل حاجه. شايفين السيراميك بتاع الارضيه لسه هو. شايفين الصفار؟ كل ده هيروح. هبدا بقى ان انا انضف الجزء ده وانضف السيراميك كله وارجع لكم تاني. هنا كنت نضفت اهو السيراميك كله زي ما انتوا شايفين. غسلت الناحيه دي والناحيه اللي في الوش والناحيه التانية اهو زي ما انتوا شايفين اهو.
اهم حاجه السلك، عشان ما تجيبيش الكلور والعجينه وتغسلي بالفرشه وتقولي لي ده منضيفش، لا. وهنا كنت غسلت القعده برضو، بس غسلت القعده دي بفرشه. اوريكم الفرش اللي انا غسلت بيها القعده. والصفار اللي في السيراميك كله راح اهون بقى زي الفل. السيراميك بقى زي المرايه اهو زي ما انتم شايفين. فاكرين ان المنطقه دي كانت عامله ازاي؟ انا كنت مصوره لكم كل ده. حتى الطبه بتاعه الحوض بقت بتلمع بصراحه. يعني الكلور على العجينه ده اختراع رهيب للحمام ما شاء الله. شايفين السيراميك بقى عامل شكل المرايه والله. وخاصه اما نشف بقى جميل جدا، وبقى بيلمح كده، وبقى نضيف، وريحه الحمام جميله. وهنا برضو كنت غسلت القعده دي. شايفين قلبها عامل ازاي؟ فاكرين قلبها الاول كان عامل ازاي؟ اهو زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا اديله اخر تشطيبه كده للارضيه. شايفين الحوض؟ والله العظيم الحوض ده كان عليه كميه جير ما اقولكوش عليها. زي ما قلت لكم اخر مسحه كده عشان بقى ايه اطلع ويبقى كده خلصت. والله ما خد مني وقت، والله احلف لكم ان هو خد مني اقل من نص ساعه. والله يمكن ما فيش ربع ساعه كمان، في ثانيه. ما دام انت حطيتي في دماغك حاجه ان انت تنضفيها هتنضفيها في اقل وقت. لان انت داخله وهدفك ان انت تروقي الحمام، ان انت تروقي المطبخ، ان انت تروقي الاوضه. انا من كتر نظافه الحمام ما ابني دخل عشان يعمل الحاجه بتاعته في الحمام، فبيقول يا ماما انت نظفت الحمام كله وانا هعمل فين؟ القعده دي غسلتها بالفرشه دي، والقعده التانية غسلتها بالفرشه التانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستنى منه كل جديد.